كلنا عارفين يعني ايه حزام ناري، ولكن مش عارفين ايه الميكروب اللي بيسبب هذا الحزام او بيجي ازاي، العدوى بتيجي منين. تعالوا نتكلم عن هذا الامر وعلاقته بالامراض الصدر، وبرضه نعرج على الاعراض الخطيره اللي ممكن تحصل من هذا الحزام الناري. اول حاجه تعالوا نتكلم عن الميكروب اسمه هيربس، والهيربس ده نوعين. في نوع منه هيربس سيمبلكس، يعني بيسبب قرح في الفم وممكن قرح تحت في الجينيتاليا مثلا او في الاعضاء التناسليه، وده بيسمى الهيربس سيمبلكس يعني الحزام البسيط. وفي عندنا هيربس زوستر. الهيربس زوستر بيجي في الاطفال عند 12 سنه كده تقريبا بالتشيكن بوكس اللي هو الجدير المائي. بتلاقي جسم كل الطفل مفقفق وفيه حويصلات مليانه ميه وفي نقط حمراء وفي احمرار في جسمه، وده بدايه دخول الفيروس للجسم. الفيروس لا يموت، يعني يفضل في الدورسال روت جانجليا او في الاعصاب كامن لفترات طويله جدا. ممكن بعد كده يرجع يصيب الجسم تاني بواسطة ان هو يتأكتف او ينشط في الحتة اللي هو ساكن فيها، فبيعمل لنا ديرماتوم او نص الجسم تلاقيه محمر وفيه الفيسيكلز او فيه الحويصلات اللي مليانة مية. بنسميه اعادة نشاط للهيربس زوستر او الحزام الناري. لو الشخص حظه سيء ممكن يصيب الرئة، يوصل الفيروس للرئة ويعمل لنا التهاب رئوي، والالتهاب الرئوي ده بيكون خطير، وبيلفت نظرنا ليه ان الشخص عنده حزام ناري والتهاب رئوي او مشاكل في الصدر، يعني زي كحه وضيق في النفس وكحه مع المجهود ونهجان. وبرضه ممكن يوصل للمخ او للاغشيه السحائيه، الاغشيه اللي بتغطي المخ، ويعمل لها التهاب، وممكن يعمل التهاب في البرين نفسه. وفي الحالات دي بيحتاج علاج عنيف بالوريد مش بالفم. لو تعرف حد عنده حزام ناري وجاله اي اعراض من الاعراض المخيه، يعني تشنجات، صعوبه في الحركه، ريجيديتي او تصلب في الجسم، او عنده مشاكل تنفسيه زي الكحه، نهجان، ضيق في النفس، لازم يسيك ميديكال ادفايس او يجري على دكتور ويطمن ان هو ما عندوش هذه الحاجات. في الاخر احنا بنقول ان الوقايه خير من العلاج، علشان كده بنعمل هذه الفيديوهات التوعويه عشان نقي الناس من الامراض. الفاكسين بتاع الهربس زوستر موجود، فوق ال 50 سنه ينصح لكل الناس ياخدوه، والاشخاص قليل المناعه ياخدوه في اي سن. لو تعرف شخص قليل المناعه ابعت له هذا الفيديو، والسلام عليكم.